قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلينا نبداو. هذا الولد اللي كتشوفوا فيه هو ايمن، هو نفسه اللي كان قال على استاذ ياسر العمري بانه كافر حيت قال بلي الموسيقى حرام. كاملين تكون عاقلين على الفيديو ديالو كيفاش دار واحد البوز كبير وخلى الناس مخصومه باللي كانوا ضده، هذه كانت هي النسبه الكبيره، وبين واحد الفئه صغيره بزاف ديال الناس اللي دعموه. شي بنادم هذا وشي بعقله. هذا الولد دار واحد الفيديو البارح تحت عنوان اصلاح الديني لماذا انزل القران. ما عندنا غرضات في الفيديو، من حقه انه يناقش الافكار اللي في الاسلام لان الاسلام ما ديال حتى شي واحد، ولكن الفيديو اللي غيدير ليه بوز عاوتاني هو فاش واحد اللقطه بغى يذكر واحد الايه وما عرفهاش وما عرفش حتى ينطقها. نخليكم تشوفوا الفيديو باش تفهموا اكثر. السلبيه تيقول لهم اولئك هم شي حاجه الحيوانات شي حاجه بحال هكا. هذا ولد سيادنا هو نفسه اللي كان قال في ذاك الفيديو ديال ان الموسيقى حلال، اللي هو قاري الشريعه وعلوم الحديث وحافظ لكتاب الله، وبلي لما دواش هو الناس في الاسلام وحللوا وناقشوا شكون سيدي اللي غيناقش فيه. يعني تسالاو يا خويا حافظ السن حزب وعلم الحديث هو آية في القرآن ما حافظهاش ودرت تيناقش الدين. باش من هب ودب ولا تيناقش الدين في هذا الزمن هذا اللي مرة ما يدير تينوض يشد الكاميرا ويشد التليفون ويبدا يحلل الدين ويحلل اللي بغا ويحرم اللي بغا. لا خويا ما تناقش في الدين، ما حافظش كتاب الله وما طالعش علم الحديث وما متعمقش في الدين. اللي تيناقشوا في الدين تيتعمقوا في الدين، ماشي تي طالع جوج تشوف في الفلسفه وتجي تبغي تحلل الدين وتحلل داكشي اللي عجبك. خويا دري واش تهبيلي ولا شويه ولا مال؟ ما تناقشوش الدين اخاي. بغيتي تناقش الدين ناقشو بالحروف ديالو. الا ما عارفش تسطر آية تستشهد بها وما عارفهاش اش من ناقش الدين؟ اش من وعي، اش من تفكير عندك اصاحبي؟ بارك الله تاني الناس اللي هما ومن هذا المنبر هذا تنتمنى ان الناس يبداو اي واحد عنده فكره في الدين يخرج يبارطاجيها مع الشعب. علاش؟ حيت دابا ولينا تنشوفوا بزاف ديال الناس ولاو تيخرجوا تيضربوا في الدين ويضربوا في الاحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم ويضربوا في الصحابه ويقولوا انهم تيامنوا غير بالقران واي حاجه جات من ورا القران راه خصنا نحلوها وهذا غير من صنع البشر وما نعرف شنو. من هذا المنبر هذا نتمنوا من الناس يبقاو يخرجوا حتى الائمه ديال المساجد يبقاو يخرجوا يبقاو يدافعوا على الدين الاسلامي ويعطيو الناس النصائح. حيت ولينا تنشوفوا دابا ولا تطلعوا شي فيديوهات كلشي ولا تيدوي في الدين، اللي باغي منه الباز، اللي باغي منه الشهرة، اللي باغي يدخل الفلوس، اللي باغي يبان في السوشيال ميديا بانه واعي، اللي باغي كل واحد وشنو باغي. وهما حتى واحد ما عارف ولا جملة مفيدة في الدين. راه واحد شوية في شي كتاب ولا ما نعرف فين راه وجي بغى يطبق عليه ديك المفاهيم ديالو. انتم اخوتي تملوا. العلماء والمفسرين والنوابغ وبقى غير هو اللي خاصو ينور الناس. وتخيل معايا انه انسان كيقول انه حافظ كتاب الله كيتهجى في ايه ما عارفاش وما عارفش تنطقها. وهنا غنوصلوا لبيت القصيد واللي هو علاش مؤخرا كثروا بزاف ديال فلاسفه الانستغرام اللي ولاو باغيين يناقشوا الدين بطريقه هجوميه. اولا انا مع النقاش ومع التدبر ومع ان الشباب وكل شيء يكون وسط من هذا النقاش ويسول ويحاول يفهم، وانا ضد كل. لا خويا انا ما معاهمش باش تعرف كيفاش اي واحد ينوض يبقى يضرب في الدين ويبدا يناقش. الا غتناقش سير طرا وعرف وتدبر داك الشيء وحفظ القران وعرف السنه وعرف كلشي في الدين عاد تبدا تناقش. ماشي من هبه ودابا يبدا يناقش في الدين ويبدا اللي ما يديرش الطامره ويبدا يخرج في عينه ويبقى يضرب في الاحاديث ديال النبي ويضرب في السنه ديالو ويضرب في القران ويقول ان صحيح البخاري ديال عن هذا الشيء ما خدامش. تمشي يناقش ما يناقش اخويا. لا تناقش يكون عنده علم بعدا، يكون حافظ الكتاب الله ويكون عنده واحد درجه العلم اللي تخليه انه يناقش. ماشي غير مرة ما يدير يبدا يناقش الدين. انا ما معاهمش اخويا في هاد اللعبه هادي، اسمح لي.
عالم دين وكل فقيه وكل شيخ يحاول يمنع الناس انها تفكر او كيقول لهم طبقوا الاسلام بلا نقاش. ولكن مؤخرا بانت واحد الفئه اللي كتبنى الطرح القراني او لا طائفي، واللي كيحاولوا يفصلوا بين النص القراني وبين التراث الفقهي والسنه النبويه، وكيركزوا الهجوم ديالهم على المشايخ والعلماء تحت المسمى ديال السلفيه. الظاهره ديال فلاسفه الانستغرام في المغرب خدات واحد الشكل جديد ومغلب شويه ديال الذكاء، وغنرجعوا لهاد القضيه ديال الذكاء حيت غنهضر عليها بصفتي كصانع محتوى. هاد الشباب ما كيضربوش في الاسلام مباشره، وانما الخطاب ديالهم كيدور على فكره ان القران بوحده هو الاسلام، وباللي اي حاجه جات من وراء القران هي مجرد شهادات بشريه ممكن نناقشوها ونشكوا فيها. هاد الناس كيستغلوا السوشيال ميديا باش يصوروا راسهم هما دوك المنقدين اللي جايين يحرروا المغاربه من سلطه الفقهاء، ويعطيهم واحد الفكر جديد متحرر، وكيبداو يطعنوا في صحه الاحاديث وفي المناهج اللي مشاو عليها المغاربه قرون. هذا المشكل في التوجه هو انه كيقدم اسلام على المقاس، واسلام ساهل مفروق على التاريخ وعلى القواعد العلميه اللي حطوها العلماء الاولى. وفاش كيبداو يضربوا في المشايخ ديال اليوم، هما في الحقيقه كيبغيو يقطعوا الطريق بين الشباب وبين العلم الشرعي، باش يولي كل واحد فقيه ديال راسو ويفسر الدين كيف بغاو على حساب هواه، باش يتفكوا من بعض الالتزامات الدينيه. اجرى الى حيدنا السنه النبويه بزاف ديال الامور غتولي مجرد عبادات روحيه، بحال مثلا الصلاه غيولي واحد يصلي مره واحده في النهار، وواحد ثاني يولي يصلي مره واحده في السيمانه، راه ما كاينش. واش فين غنوليو اخوتي الا ولا بنادم اي واحد ولا تيدوي في الدين وتيضرب فيه؟ ودابا هما ولاو كثار دابا في السوشيال ميديا، اي واحد ولا تيضرب في الدين غير باش يطلع، غير باش الباج ديالو طلع. وهي لا عند ربي واش تقول له لو بغيت نتشهر ولا بغيت السوشيال ميديا، بغيت الفلوس ولا بغيت اخويا، انا ما متفقش ان بنادم اي واحد ينوض يناقش الدين. الا ما تديش غادي تكون واعي ومتثقف كما تيقولوا، حط المعرفه بالدين وبدات الشيء ديالو ما تناقشوش. حتى من هبه هو دابا غيبدا يناقش نتايا، غيبدا السوشيال ميديا وكما تنقولوا ولاو طاغين، ولاو بزاف ديال الناس ولاو غير باش تيضربوا في الدين غير باش يبانوا انهم واعيين وضد ضد الخرافه ديال الجمود اللي كان قالها خونا في الاول في واحد البودكاست، باش يتصل ديك الجمود تينوض يختلف مع الائمه ويختلف مع الدين ويختلف مع. وهي لا وتنشر واحد السم، نقولوا عليه السم بين الشعب، حيت عارفين ان الشعب ما واعيش. يعطيو واحد جوج كلمات اللي هما فراويين، وفي دوك جوج كلمات تبداو يدخلوا تيبداو يعطيو شي افكار اللي هما خطيرين. اخويا راه الفل. القران شحال خاصك تصلي بالضبط، او يقدر يبان لي انا بلي الخمر حرام، ولكن واحد الثاني يبان ليه بلي مستحب، وواحد الثاني يبان ليه بلي حلالا طيبا. هذيك الجمله الشهيره ديال ما كاينش اللفظ ديال التحريم. ودابا غنرجعوا للقضيه ديال هاد الشباب من منطلق صناعه المحتوى وكيفاش كيحاولوا يبانوا اذكياء لذاك الجمهور. بصفتي كصانع محتوى فانا عارف انه اي واحد كيدخل السوشيال ميديا عنده واحد الهدف حاطه قبالته، اما هدف ديال الارقام، اما هدف ديال الفلوس، اما هدف ديال الشهره، واما هدف ديال الافكار. والا جمعتي هاد الشباب كاملين ما غيعطيوكش اطروحه وحده ديال شي موضوع، حيت غالبيتهم كيبينوا الفيديو على واحد السكرين خاصهم في كل جمله يرجعوا يشوفوه. والدليل هو الا هزيتي اذكى واحد في الفلاسفه وحطيتيه في شي مناظره قدام اقل واحد في علماء الشريعه ما غيقدرش يدوز معاه حتى 5 دقائق. وديما كنقولها لكم ان اي واحد كيبان لك طايب بالقرايه والتفلسف، جرب تحطه في شي مناظره ويبان لك بلي راه ما حافظ ما فاهم. ولكن باش ما نكونوش متعديين فلا بد نسول واحد السؤال مهم بزاف، وهو علاش حاليا ولاو بزاف ديال الشباب كيخرجوا يهضروا ضد الفكر الاسلامي والشريعه الاسلاميه. السبب الاول هو كاين كيقلب فقط على الشهره، وبما انه السوشيال ميديا وقع فيها واحد طوندونس ديال المفكرين الشباب فرجع سهل انك تشهر بهذا المحتوى اللي بطبيعه الحال اي واحد يقدر يدير. ولكن السبب الثاني واللي غنكون متفق فيه مع هاد الشباب هو انه كاين بعض من علماء الشريعه ومن الفقهاء والعلماء ديال الدين يزيروا بزاف على حريه التعبير الفكري في الدين الاسلامي، وماشي غير العلماء وانما حتى نسبه كبيره من الجماهير. وبمجرد انك تنوض وتبدا تفكر وتحلل كيبغيو يسدوا عليك في واحد القفص ديال سامي. وهنا فين تيجي الدور ديال الائمه مثلكم والشيوخ انهم يخرجوا للساحه ويبداو يناقشوا هاد الشيء هذا ويبينوا لهم بانهم غالطين، ويبينوا للناس انهم غالطين باش ما يسيطروهمش. حيتاش بغينا ولا كرهنا هاد الفكره اللي هي الاكثر انتشارا هي الاقرب ان الناس يصدقوها، الناس العاديين ولا الشعب كما تيقولوا الشعب والناس الكبار. داكشي علاش كنطلبوا من اي واحد عنده شي فكره ولا عنده شي حاجه ديال تثبت الدين ديالو انه يخرج
يبارطاجيها مع الناس، ولكم واسع النظر. تحياتي خوتي والسلام عليكم.